السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد، طريقة جديدة غير كل طرق المكرونة اللي عملناها مع بعض قبل كده. بجد هتعجبكم جدا جدا، هتاكلوا صوابعكم وراها. سهلة سريعة، ما خدتش معايا وقت خالص، مكوناتها بسيطة وبطعم جديد. ان شاء الله يعجبكم. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي كيس من المكرونة القلم، كيس مكرونة عادي خالص، بس يفضل طبعا النوع ده. هنعمله النهارده بطريقة حلوة قوي هتعجبكم، وما خدش معايا وقت خالص. قوام كده حطيت حلة المية على النار، وبدأت اسيبها لحد ما تبتدي تغلي معايا، وبدأت انزل بالمكرونة بتاعتي اسلقها 3/4 سلقة. تمام اهو، يعني ما تسلقيهاش قوي، اسلقيها بس 3/4 سلقة. قوام هتسيبها وتبقى زي الفل. خلاص اهو، ما عداش بالظبط 4 دقايق وكانت كده خلاص وصلت معايا لل3/4 تسوية اللي انا عايزاها. هاخدها احط مصفى بقى في الحوض كده واصفيها عادي جدا، واديها شطفة بسيطة بالمية، وفي نفس الحلة بتاعتي هبتدي اعمل معاكم بشاميل بسيط. تمام، مش هعمل حاجة تاني غير البشاميل، عشان محدش بقى يقول دي هي اللي بتعملها كل مرة المكرونة البشاميل. لا، هي مكرونة بشاميل بس حاجة بقى مختلفة، حاجة جديدة كده هتعجبكم جدا جدا. تمام، نفس الحلة اللي سلقت فيها المكرونة هي نفس الحلة اللي هنزل فيها بحوالي 4 معالق من السمنة، 4 معالق كبار من السمنة، عليهم 4 معالق من الدقيق. عشان تسهلوا على نفسكم، معلقة السمنة عليها معلقة دقيق عليها كوباية من اللبن. انا هنا حطيت حوالي 4 معالق كبار من الدقيق مع 4 معالق كبار من السمنه. تمام، وبدات ان انا يعني اقلبهم يا دوبك اشم ريحه الدقيق، ما بتاخدش ثواني. وبكون بعد كده نازله بالسائل بتاعي. السائل برضو هيكون عباره عن 4 كوبايات، بس انتي تقدري ال4 كوبايات دي تنزلي بكوبايتين لبن وكوبايتين شوربه. لو ما عندكيش شوربه يبقى كوبايتين لبن وكوبايتين مرقه، اللي هو بتجيبي ميه سخنه بمعيار كوبايتين وتحطي فيها مكعبين مرقه. تمام، عايزه تنزلي بكله لبن مفيش مشكله خالص، يعني الموضوع اقتصادي جدا اهو زي ما انتوا شايفين. ايد بقى بتقلب وايد بتنزل باللبن اهو عشان ما يكلكعش معاكي. وهبتدي ان انا احط له توابل بسيطه جدا، احط له يعني شويه توم باودر، شويه بصل باودر، ورشه فلفل اسود، ومكعبين من المرق. انا بقى حطيت مكعبين مرق ليه بقى؟ عشان انا ما حطيتش شوربه، انا حطيت بس كوبايتين من اللبن وزودتهم كوبايتين ميه، فهحط مكعبين المرق فيهم دلوقتي كده. تمام، هما حاجه من اتنين، يا تعمليهم شوربه بره وتنزلي بيهم مع اللبن، يا اما تنزلي بميه كوبايتين من الميه وتحطي المرقتين دجاج. تمام، وهنزل برشه من الفلفل الاسود، وحط كمان رشه توم باودر وبصل باودر. اللي ممكن تحطي جدا فيه قشطه، ممكن تحطي فيه حته جبنه كيري، ممكن تحطي فيها جبنه مثلثات. الحاجات دي كلها بتخلي البشاميل بتاعك غني جدا. مش عايزه تعمليها زي ما انا عاملاها كده، حلوه جدا هتطلع تحفه. ببتدي بقى اقلب لحد ما يبتدي القوام يغلي ويتقل معايا. اول ما تلاقيه بيطلع كده فوق فوق فوقتين كده اهو، تعرفوا ان هي خلاص الدقيق بتاعي لازم يستوي. تمام، قوام كده هلاقيه خلاص اهو، شايفين تقل مني ازاي اهو. اهو اهو، تقلبي او بمعلقه ولا بقى مضرب سلك ولا اي حاجه، بالمعلقه وطالع معايا بصوا زي الفل. اهم شيء بس تستنوا لحد ما يدي غلوه كده، يعني يبتدي يطلع فقاعه كده، تعرفي ان هو كده خلاص. تمام، المكرونه اللي سلقتها اهو وغسلتها، يعني شطفتها من النشا. بصوا بقى البشاميل قوامه ازاي. انا بحب البشاميل يكون قوامه تقيل عشان يلزق على المكرونايه، يغلف لي المكرونايه، ما نجيش ناكل المكرونه كده نلاقيها ناشفه، عشان البشاميل خفيف فمتزحلق من على المكرونه، فلا ما بيبقاش ظريف خالص. تمام، بصوا انا بحبه كده يعني جوسي، بيلوز كده زي ما بيقولوا باللغه البسيطه. تمام، المكرونايه تبقى متغلفه بالبشاميل. تعالى بقى نجيب الصينيه بتاعتنا اهو، ده مطرح ما كنت بقلب عليه المكرونه. هنزل بس بمعلقتين كده من البشاميل. حابه بقى تضيفي رق بقسماط، يعني رشه كده بقسماط عليه ماشي، مش حابه يبقى كده زي الفل وهيبقى حلو برده مفيش مشكله خالص. اهو بفرش بس طبقه كده من البشاميل، وهنزل بقى بنص طبقه المكرونه. والمفاجاه هنا في الحشو نفسه، الحشو بقى بسيط جدا. كنت بعمل معاكم طرق مكرونه
من غير لحمه ومن غير فراخ كنت بعمل لها كده بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل، بخليهم يعني يتعصجوا مع نفسيهم كده ويتبلوا، وانزل بيهم كانت بتبقى حشوه تحفه. حشوه بقى المره دي هتبقى على البارد، حشوتنا على البارد خالص من غير بقى ما تستخدميها على النار ولا اي حاجه. تمام. حشوتنا عباره عن ايه بقى؟ طماطم متقطعه مكعبات صغننه، فلفل سواء كان حامي بقى او رومي اللي انتوا بتحبوه، هتحطي الفلفل اللي انتي بتفضليه. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده، دي طماطم مقطعاها مكعبات، ولا مسبكاها ولا عامله لها اي حاجه. تمام. اهو بفرفطها بس كده، بوزعها. وهجيب كمان فلفل كده، وتقدري كمان تجيبي زيتون وتحطيه، ده بيبقى حاجات بقى اختياريه كده، يعني ممكن تقدري كأنك بتحطي بيتزا كده. تمام. وبقى كنت جايبه بسطرمه، يعني اقل قطعه بسطرمه ممكن تجيبيها، تجيبي ب30 جنيه بسطرمه، ب20 جنيه بسطرمه، تبداي ان انت تقطعي البسطرمه كده وتنزلي بيها في النص. دي حشوه اول مره اعملها معاكم، ما عملتهاش خالص قبل كده، حشوه بسيطه وبسرعه وسهله. وتقدروا بعد ما تنزلوا بالحشوه دي، انا كنت هعمل كده بس للاسف نسيت ان انا اجيب كبشه بشاميل كده واسقسق بيها الحشوه دي، حاجه كده تخلي الحشوه من جوه جوسي. بس قلت مش مشكله، انا كده كده المكرونه بتاعتي غرقانه بشاميل. ابتدي بقى اخد باقي المكرونه كده، شايفين المكرونه شاربه بشاميل يعني مايله بس اهو. وابتدي برضو افرد المكرونه بتاعتي كده، اوزعها، وبعد ما اوزعها اجيب باقي البشاميل وافرده من فوق اهو. شايفين الجمال والحلاوه؟ تحفه اهو. هجيب بقى، بصوا البشاميل عامل ازاي. مهم جدا يا جماعه البشاميل يكون تقيل لسبب، عشان يقف على وش المكرونه. انا مش محتاجاه ينزل تحت، هو كده من تحت شارب بشاميل كويس جدا، انا مشربه المكرونه نفسها بالبشاميل. تمام. فلما بينزل تحت بيخلي وش المكرونه ينشف. تمام. فمهم جدا ان انا اخلي الوش متغطي كده عشان ما ينشفش مني اهو. شايفين؟ وبعد كده بقى حابه تحطيها في الفرن على كده ماشي. في ناس بترب بيضه كده، يعني بتجيب بيضه كده تحط عليها ملح وفلفل اسود وتقلبها مع بعضيها وتفرشها على الوش ماشي. في ناس بتحط على الوش جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، اللي انتوا عايزينه ماشي. ولو عايزين تسيبوها بالمنظر ده كده البشاميل مغطيها ومخليها غنيه وزي الفل، اللي انتوا عايزينه اعملوه مفيش مشكله. كان عندي بقى فرفتين كده جبنه تركي، فنزلت بيهم كده على الوش، قلت برضو يدونا طعم حلو كده، للاسف ما كانش عندي غيرهم. وكان عندي شويه وش لبن كده، كنت حاطاهم في التلاجة يجمدوا ما يلحقوش يفكوا شويه يعني، فبرضو فرفتهم كده ونزلت بيهم على الوش. هيدونا شكل حلو قوي قوي بجد، جميله جدا وخفيفه وطعمها في منتهى الجمال، وما خدتش وقت. هو سلق المكرونه ويدوبك البشاميل بس، والبشاميل نصه لبن ونصه شوربه او نصه مرقه دجاج، فبرضو مش مكلفه زي ما انتم متخيلين. حلوه وجميله ولذيذه وسهله وسريعه، وبجد هتعجبكم جدا، جربوها وبألف هنا وشفا. خلاص خلصتها، وده الشكل النهائي. بصوا حلو ازاي، تحفه بجد، جميله جدا ومن جوه تحفه جدا جدا. اتمنى تجربوها وهتعجبكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واشوفكم في وصفه جديده، وباي باي.